أهلا بيكم معانا. النهاردة هنغوص شوية في عالم يوتيوب لسنة 2025. معانا مجموعة مصادر كده، مقالات وأبحاث من جوجل، وحتى كلام من صناع محتوى نفسهم. هنحاول نطلع بالخلاصة لأي حد مهتم باليوتيوب، مشاهد بقى، صنع محتوى، مسوق. هنشوف إيه اللي ماشي دلوقتي، حتة الفيديوهات القصيرة والطويلة دي، وشوية كلام عن محتوى معين. يلا بينا. طيب نبدأ بإيه المحتوى اللي عامل ترند؟ الواضح إن في كذا خط ماشيين مع بعض. يعني في الحاجات اللي هي بتدور على الاسترخاء، زي ال ASMR. بتاعت الأصوات الهادية دي. بالظبط. وفي حاجات تانية عملية أكتر، زي وصفات أكل نباتي، موضة مستدامة، تحديات رياضة، وطبعا الترفيه الأساسي. أكيد الترفيه ده قصة تانية خالص، خصوصا الألعاب. لما بنتكلم عن ماينكرافت فوق ال 200 مليار مشاهدة، ده رقم مهول. ومعها روبلوكس، فري فاير، GTA 5. وفي حاجات خاصة بمنطقتنا كمان، مش كده؟ طبعا. يعني AFC 24 ليها جمهورها، وأبو فلة وبندريتا أسماء كبيرة جدا. بس الأهم من رص الأسماء دي هو إننا نفهم ده بيقول إيه عن الناس بتدور على إيه. امم ناس عايزة تسترخي، وناس عايزة معلومة، وناس عايزة تتسلى. بالظبط. أو حتى يتواصلوا مع حد شبههم زي الفلوجات. وكمان المحتوى المحلي اللي بيعبر عننا، زي برنامج قسمة ونصيب اللي عمل أكتر من مليار مشاهدة، أو فنانين زي الشامي وليزارو. يعني المحتوى المحلي ليه وزنه جنب العالمي. النقطة دي بتدخلنا بقى في الحيرة الكبيرة بتاعت صناع المحتوى. أعمل شورتس ولا فيديوهات طويلة؟ الشورتس دي صاروخ في الانتشار، وسهلة تتعمل وتجيب مشتركين ومشاهدات بالملايين. بس الأرباح بقى، المصادر بتتكلم عن فرق غريب قوي. فرق شاسع بصراحة. يعني في تجارب واضحة بتقول لك فيديو قصير مثلا عامل 5700 مشاهدة ممكن ما يجيبش حتى الدولار واحد، ممكن 7 سنت. يا نهار أبيض، 7 سنت! آه. وفي نفس الوقت فيديو طويل بنفس المشاهدات تقريبا 5500 مثلا ممكن يجيب فوق $5.50. ليه الفرق ده كله؟ السبب أساسا في نظام الإعلانات نفسه بالار بي ام، أو الربح لكل 1000 مشاهدة. ده في الشورتس قليل قوي مقارنة بالطويل. طب ده معناه إن الواحد يركز على الطويل وخلاص، ولا الشورتس دي ليها لازمة تانية، ممكن تبقى مدخل للقناة مثلا؟ هي دي النقطة. ممكن جدا تبقى مدخل، أو زي ما بنقول كده كوبري للمحتوى الأطول بتاعك. بس ده محتاج ذكاء. ذكائي إزاي؟ يعني أولا الشورت نفسه لازم يبقى فيه قيمة، حاجة تخلي اللي شافه ده عايز يدور على أكتر عندك. ثانيا التوازن. يعني المصادر بتقول ممكن تعمل فيديو قصير لكل 3 أو 4 فيديوهات طويلة. عشان ما تأثرش على مشاهدات الطويل نفسه. بالظبط. وكمان عشان تبقى فاهم، الجمهور اللي بيجي من الشورتس ده غالبا مش زي الجمهور الوفي بتاع الفيديوهات الطويلة. ممكن يكون متقلب أكتر. فالمعادلة صعبة شوية. انتشار سريع ممكن يروح بسرعة، ولا بناء جمهور حقيقي ياخد وقت. طب لو حد بقى متخصص في حتة معينة زي مراجعات المنتجات مثلا، إيه أهم نصيحة ليهم من الكلام ده كله؟ بصي، النصايح العادية معروفة. اختار مجال بتحبه وفاهم فيه، اعمل ستايل خاص بيك، جودة الصوت والصورة مهمة طبعا، اسمع للناس اللي بتتفرج عليك، ولو هتستخدم تسويق بالعمولة خليك صريح وواضح شوية. الفكرة كلها في الثقة والتميز. مش مهم بس بتقدم ايه، الأهم بتقدمه ازاي. هل عندك مصداقية؟ هل زاويتك فعلا مختلفة؟ هل بتقدر تقول رأيك بصراحة حتى لو المنتج ده مشهور والناس كلها بتشكر فيه؟ هو ده اللي بيفرق. وهنا بقى بيجي دور إن الناس تلاقي المحتوى ده أصلا، ال SEO والكلام ده. تمام جدا. لازم تفهم أساسيات إزاي الفيديو بتاعك يظهر في البحث. يعني النجاح في يوتيوب 2025 محتاج الاتنين. تكون فاهم المنصة بتشتغل إزاي، الفرق بين ده وده، وفي نفس الوقت تكون فاهم جمهورك كويس قوي، وإزاي تبني الثقة دي وتقدم لهم حاجة بجد ليها قيمة. يبقى كده لو لخصنا الدنيا، يوتيوب السنة الجاية واللي بعدها غالبا مكان متنوع جدا. الشورتس قوية للانتشار بس محتاجة خطة، بالذات عشان الأرباح والجمهور. الفيديوهات الطويلة لسه مهمة للعمق وللفلوس وللعلاقة القوية مع الناس. مظبوط. والجودة والمصداقية والتفاعل مع الجمهور دول مفتاح النجاح في أي حتة. يوتيوب لسه مكان حيوي وفيه فرص، بس عايزة اللي يفهمها صح. ونختم يمكن بسؤال كده نفكر فيه كلنا. مع صعود المحتوى السريع ده في كل حتة، مش بس يوتيوب،
تفتكروا شكل المشاهد الوفي ده ممكن يتغير؟ يعني هل الولاء بعد كده هيتقاس بالدقايق الطويلة اللي بيتفرج عليها؟ ولا ممكن يبقى عبارة عن تفاعلات صغيرة كده بس مستمرة كل يوم مع محتوى قصير؟ دي حتة محتاجة تفكير للمستقبل.